تعرف ان ربنا ذكر كل اللي حصل للتيك توكرز ده في القرآن؟ لا، والعجيب بقى ان السورة اللي بعدها فيها ازاي تبقى غني بشهادتك مش بالتكبيس. لو فتحت سورة الانعام تحديدا في الآية 44 هتلاقي ربنا بيقول: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. لما بعدوا عن ربنا بقوا اغنياء ومشاهير. لكن المرعب بقى هو الجزء اللي جاي ده: حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. اول ما افتكروا ان خلاص ما حدش بقى يقدر عليهم جه العذاب فجأة. حضرتك تقول لي بقى: طب هي فين الآية اللي فيها ازاي تبقى غني لو معاك شهادة؟ حضرتك لو جيت تبص في السورة اللي بعدها في الأعراف تحديدا آية 96 هتلاقي ربنا بيقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. حضرتك تيجي تقول لي بقى ازاي اطبق الآية دي؟ باختصار كده فيها شرطين: الأول آمنوا، أي رزق أنت شايفه مع أي حد في الدنيا هو بسبب ربنا مش من شطارة الشخص نفسه. الشرط التاني كلمة اتقوا، بس مش بالمعنى اللي أنت فاهمه، إنها مش بس إنك تعمل الحلال وتبعد عن الحرام، ده كمان معناها إنك تجتهد أكبر اجتهاد في شغلك وبنفس الوقت بأذكى طريقة ممكنة فتدخل منه فلوس كتير، مش قاعد بس تشتغل وتعد ساعات وخلاص. لو عجبك الفيديو ده ابعته لصاحبك.